السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم في نقطه ان امتى ما اعملش الشعر ده بروتين، او ما اخدش الشعر ده بالذات اعمله بروتين، لاني عارفه انه هيتضر من البروتين، مش هيفيده، لا ده هيضره. نكمل الفيديو للاخر ونشوف مع بعض. طبعا النهارده معانا الشعر ده من حوالي 3 سنين او 4 سنين. كانت عامله حنه فرد وهي كانت عايزه تعمل بقالها فتره كبيره جدا، وكل ما تجيلي ارجعها عشان انا مش عايزه اشتغل والشعر فيه اي حنه فرد. فطبعا الشعر خلاص كانت الحنه طلعت منه، بس موجوده لسه في الاطراف. انا حطيت لها بوتوكس وفيلر وتريتمنت كافيار برضو، وابتديت اوزع الماده زي ما انتم شايفين، وهشبع الشعريه جدا وكل حاجه وكله تمام التمام. بس برضو الاطراف هتبقى فيها موج، يعني الاطراف هتبقى ناشفه لان مكان الحنه البروتين ما بيعملش حاجه معاه يا بنات. فانتي لما يجيلك شعر في حنه ما تعملهوش بروتين، لان اللي انت هتعمليه هتوقعي نصه في المكوى، واللي هيحصل تاني ان الشعر هيطلع منك هايش وكانك ما عملتيش فيه حاجه. وطبعا عارفين برضو ان الحنه الفرد برضو ما ينفعش تصبغي وراها، لان الشعريه بتولع حرفيا، لو جيتي تسحبي اللون فيها بتقوم مولعه منك. الشعريه كلها اهي ما فيهاش حنه من فوق، بس الاطراف فيها حنه. الحنه بقى يعني بعد ما اخلص الجلسه، انا عارفه ان هي لما تروح تغسل شعرها مره والتانية هتبص تلاقي الاطراف دي هايشه، وانا ما حبيتش ان انا اضغط عليها برضو بالحراره عشان ما طيرش شويه الباقيين. يعني انا كنت عايزه اقصه اصلا، اقص لحد المكان اللي كان فيه الحنه كده، بس طبعا هي ما كانتش عايزه تقصه، هي عايزاه بطوله. والله العظيم يا بنات برجعها بقالي اكتر من سنتين او 3، ان انا مش عايزه اعمل لها بروتين او اي حاجه، مش عايزه احط ايدي فيه عشان كان فيه حنه فرد. هي متعوده ان هي بتعمل حنه فرد على طول، فاستنيت عليه كتير، وهو نزل على فكره من الحنه الفرد كتير. يعني هي استخدامها للحنه الفرد، يعني هي انا كنت شايفاه اخر مره كان شعرها طويل جدا وتقيل. طبعا من استخدام الحنه الفرد انا ما بعملهاش، ما بشتغلهاش، هي بتعملها يعني، فبتنزله خالص. نزل شعرها وما بقاش زي الاول، وخف جدا من حنة الفرد. فطبعا هتتعاملوا مع الشعر ده ازاي يا بنات؟ هتحطوا المادة عادي جدا، طبعا تختاروا مادة تكون خفيفة على الشعر، وما تكونش مثلا بتحتاج كبس كتير والكلام ده. مادة انتوا تكونوا متعودين عليها شغالين بيها كويس، حاسين ان هي تظبط معاكم في الشعرية. الشعرية اصلا مش وحشة، الشعرية ويفي ومش مكسرة جامد ولا افريقية ولا الكلام ده كله. فانتوا هتختاروا مادة تكونوا متعودين عليها، مادة خفيفة، مادة ما تضرش، تعالج اكتر ما تضر يعني، اكتر ما تفرق. وهتبتدوا، انا ابتديت اهو اوزع المادة قدامكم. طبعا مش عايزة، انا قلت مليون مرة نبعد عن الجذور خالص. آه، واحنا بنوزع المادة، انا هنا كنت خلصت الشعر. بصوا الاطراف اهي، الاطراف دي يا بنات كلها فيها حنة، الشعرية من فوق عادية. انا سبت الشعر ساعة ونص، ابتديت اشرب الشعر قدامكم اهو. انا نزلت تقريبا المادة كلها اهو. بص انا مصوره لكم الشطف عشان انتوا بتسالوني نشطف ازاي. الميه نازله قدامك اهي يا بنات، ميه نازله بيضه، يعني فيها ماده برضو، مش اللي هو غسيل تنزلي الميه منه بيضه خالص، لا. الشطف قدامكم اهو. طبعا هننشف باستشوار هوا سخن، بعد الشطف بننشف باستشوار هوا سخن، عشان في بنات برضو كتير بتسالني في الموضوع ده. هتبتدي تكبسي بقى. بصي انت شايفه الكبس الماده، مفيش دخان تقريبا، دخان بسيط جدا 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 يعني. انا مش عايزه اضغط على الشعريه خالص، عايزه حاجه خفيفه، مش عايزه اكتر عليها. انا خايفه على الشعريه دي جدا اصلا، وانا ما كنتش بفضل ان انا اعمل اي شعر دخل فيه حنه قبل كده، بس بضغط منها والله انا عملته. يعني الشعر اللي هو معمول حنه ما تعملوهوش، الشعر اللي هو المقاستك حاولوا برضو انك تبعدوا، تعملوا جلسات ترطيب على البارد. الحنه الفرد دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب ضرر للشعر، بتدمره حرفيا حرفيا بتدمره. على فكرة الشعر ده كلمتني، الشعر فيه كسر، يعني بعد ما عملت ب3 4 ايام كده لقيتها بتكلمني بتقولي في بعض الكسر بانت في الشعر، والاطراف هايشة. قلت لها لا، انا عارفة ان الاطراف هتبقى هايشة لان فيها لسه حنة، بس الكسر هعيد عليها عادي.
كلنا يعني معرضين عادي يا بنات ان احنا نعيد يعني، وان احنا الشعر يطلع مننا فيه دفوهات عادي جدا، مفيش مشكله. بس انا كنت اصلا شغاله في الشعر ده وانا خايفه عليه من درجه الحراره العاليه. كل شويه ابص اشوف هو وقع منه قد ايه، ما وقعش قد ايه. وبرضه من الاطراف قصيت شويه، يعني انا كنت حابه ان انا اقص كل المكان اللي كان بواقي فيه الحنه. طبعا يا بنات بقى عايزه اقول لكم قبل الفرد لازم تفضلوا مثلا 15 يوم تبطلوا زيوت. لو ناس بتستخدم زيت زيتون او زبدة شيا او الكلام ده كله، تفضل فترة قبلها مبطلة زيوت خالص خالص، وتغسل كل يوم بشامبو جونسون بتاع الاطفال، او كلير للرجال الازرق، عشان الشعر يعني ينضف تماما والحراشف بتاعت الشعر هتفتح. طبعا الواحدة ما تكونش عليها البريود، لان برضو ده ممكن يكون سبب من فشل البروتين. آه، اي حد عامل حنة ما عداش عليه سنة ما تعملوش الشعر ده. اي حد يجيلكوا لقيته في الشعر زيوت، وانتوا عارفين ومتاكدين ان انتوا هتغسلوا الشعر ده بايديكوا وهترجعوا تعودوا تاني، ما تعملوش. الاطراف بتطلع معاكوا هايشه ليه؟ لان الاطراف ما بتتشبعش بالماده كويس، لان كان ده سؤال من بنوته في الكومنتات. الاطراف بتطلع ناشفه معاكي، يا اما انت بتنزلي بدرجه الحراره على ما فيش، يعني تنزلي بالمكوى على سريع على الاطراف، او ما بتبقيش مشربه الاطراف كويس من الماده. يعني ممكن تحطي على الشعريه من فوق ماده فتسحبي بالمشط فتتوزع على الشعريه من الاطراف. ده غلط، لازم توزعي الماده شويه فوق شويه في النص وشويه في الاطراف، عشان يطلع معاكي طري من كل الاماكن ومظبوط. التنشيف بعد الشطف يا بنات بهواء سخن. التنشيف بعد الشطف بهواء سخن. التنشيف بعد الغسيل الاخير خالص بهواء بارد، عشان برضو السؤال ده جالي في الكومنتات. انواع البروتين مختلفة يا بنات، يعني ما البنات اللي بتسألني مثلا انت شغالة بالنوع ده الايد او كده، ما هو انت ممكن تكوني في دولة تانية وما عندكيش نفس النوع اللي انا بشتغل بيه، بس الطريقة واحدة. الطريقة في كل الانواع واحدة، انك تعرفي اخطائك اللي انت بتخطئي فيها برضو واحدة. بصوا انا شغالة اللمعة اهي والشعرية حلوة وطرية ومفيش اي حاجة. بصوا اهو. انا هنا لما العميله كلمتني النهارده، هي عامله بقالها كام يوم وكلمتني وقالت لي إيه شعري فيه كسر. انا كده ده كبس مش كويس. يعني هنا في الشعر ده لما يجيلك ديفوهات، انا كنت شغاله وخايفه اصلا، يعني انا بكبس وخايفه في منطقه درجه الحراره، فطبيعي ان يطلع فيه كسر. هو بعد ما اغسل مش هيبان، بس بعدها بيومين 3 بان. ليه؟ لان الماده نطرت، هي ما اتكبستش كويس اصلا في بعض الاماكن، فبالتالي نطرت الماده فبان الكسر. فالعميله كلمتني ان فيه كسر، او ان الشعر فيه بعد الشعر مكسر، او في اي دفوف في الشعر. انا هنا سبت العميله شعرها يبرد، وهغسل لها بشامبو العنايه اهو. شامبو طبعا زيرو صوديوم وزيرو سلفات. انا برضو جايبه لكم التصوير كله. برضو لازم تنضفوا الشعر كويس جدا 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 من الماده، عشان الماده لما بتفضل على الشعرايه ده اكبر ضرر. وفي نفس الوقت انتوا بتسالوني اللمعه ايه سرها. اللمعه سرها ان انا بنشف قوي يا بنات، وبنضف الشعريه قوي، وبتصبري كده وانتي ماسكه الاستشوار كده بعد ما تخلصي. يعني انتي غسلت الشعر كويس جدا اهو، شايفين انا مبطئه لكم التصوير ويعني مش مسرعه خالص، بوريكم انا بعمل ايه بالظبط. انا بنضف الشعريه تماما 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 اهو قدامكم. بغسل الشعريه بشامبو بس، ولا عملت حمام كريم ولا عملت بلسم ولا عملت اي حاجه. هتغسلوا الشعريه كويس، هتشطفوها كويس بالميه بعد الشامبو، وهتاخدي العميله وتنشفي هوا بارد. وتعرفي العميله انها تهتم بشعرها بعد ما تمشي من عندك. يفضل مفروض 10 ايام. 10 ايام من بعد ما تمشي من عندك ما تحطش فيه توكه نهائيا. الشعر يتغسل يتنشف بهوا باستشوار، ما عندهاش استشوار تقف قدام مروحه. انت كواحده في البيت برضو اعملي الحاجات دي، لان دي شعريه محطوط فيها ماده مفروده. الشعريه اصلا مش ناعمه، احنا حاطين فيها حاجه ففردينها، فعايزه شويه اهتمام. الشعريه بتبقى واقعه في حالتها وهي مبلوله، ما تسرحيش شعرك وهو مبلول. الكلام ده كله لازم هم يعرفوه. انا هنا غسلت الشعر يا بنات، بصوا ما فيهوش اي حاجه اهو، يعني ما فيهوش الهوا، ما فيهوش كسر، ما فيهوش ديفوهات، ما فيهوش اي حاجه. العامله قعدت يا دوب غسلته اول مره بان فيه كسر،
بان فيه بعض الكسر. طبعا هي هتجيلي بكره وهصور لكم برضو الاماكن المكسره فيه اللي هو مش مظبوطه فيه. هو هنا ما ظهرش معايا اي حاجه، يعني بعد ما خلصت وغسلت انا بنشف بهواء بارد، يعني لو في اي حاجه كانت بانت ما بانتش معايا خالص. فالشعر اهو بعد الغسيل والتنشيف شوفوا ما شاء الله جميل جدا ومفيش اي حاجه. بس هي الاطراف برضو اللي فيها حنه دي الاطراف وحشه، انا عارفه وكنت متاكده ان هو يطلع كده. بصوا حتى بتتشابك، انا كنت عايزه اقص الاطراف دي كلها بس هي مرضتش. قصت حبه صغيرين اللي هم مرميين على الارض هناك دول، وبابا هي مرضتش تقص الباقي. فالشعر اللي فيه حنه ابعدوا عنه خالص. تصبروا كده وانتوا بتنشفوا، نشفوا هوا بارد عشان الشعر ما تلاقيهاش بتهيش منكم، لان ده مفرود، ده فيه ماده. فما تعملوش، ما تغسلوش بميه ساقعه وتروحوا تعملوا تاني بهوا سخن. اصبروا وتأنوا وخدوا راحتكم، ما تستعجلوش، هتنشفوا الشعر هيطلع معاكم كويس وزي الفل، بس بهوا بارد. الاول شويه على الاقل مثلا 80% تنشيف هوا بارد وبعدين تنشيف هوا سخن. دي كانت نتيجه الشعر يا بنات. يا رب يكون الفيديو فاتكم ولو بحاجه بسيطه. عايزه دعم منكم كبير، اشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس كده، تعملوا لايكات يا بنات وكومنتات. دمتم بخير يا بنات، مع السلامه.